السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم طريقه باش نديروا الشوشه الجلابه. البنات فاش كتمشيو تقداو للراندا ولا السيفه، ديما كتاخدوا واحد لوقيه بحال واحد القصيبه بحال هذه ديال الحرير، تخليوها على حساب الشوشه. حيت فاش كتمشي عند مول الصبره بغيتي ديري الشوشه كطلب وحده كامله من هذه الشوشه ديال الجلابه، كطلب وحده كامله من هذه. يعني فاش تمشيو تقداو الحرير ديما خذوا وحده في اللون ديال الجلابه ولا الالوان اللي بغيتو الا كنتو باغيينها ملونه. داكشي علاش حبيت نشاركها معكم. دابا فاش كنكونوا باغيين نتقداو الراندا كنتقداو الحرير ديال الراندا وكنزيدوا وحده على حساب الشوشه ديال الجلابه، اللي كتحب اللي كتبغي الشوشه الجلابه. المهم غنوريكم الطريقه ديال التركاب ديالها. هذه كتاخدي وحده وكتمشي عند مول الصبره اللي كتاخدي عليه هذا كيكون كيدفعهم، وكتعطيه وحده من هذه صافي وكيدفعها لك. كتخدم هكا باللون. يعني بزاف ديال البنات فاش كيبغيو يديروا الشوشه الجلابه ما كيلقاوش الالوان ديالها. فاش كيمشيو عند هذوك اللي كيكونوا مخدومين ما كيلقاوش الالوان ديال الشوشات بحال الجلابه. هادشي باش بغيت نعطيكم هاد النصيحه هذه، بحيث فاش كتاخدي واحد القصيبه على حساب الشوشه وهاد تما كيعطيك تختاري الالوان اللي بغيتيها، يعني الشكيلات اللي بغيتي ديال الشوشه هو كيخدمها لك. كتعطي وحده من هذه صافي كيخدمها لك بحال هكا. هانتيا دابا نوريكم طريقه التركاب. بعد ما كنساليو الجلابه كامله، القب ديال الجلابه كنجيو عند هاد الفتيحه هادي. هاد الفتيحه هادي اللي كتكون هنايا، انا في الاول ما خليت ليهاش البلاصه ديال الشوشه، ولكن دابا غادي نديرها. غادي نحاول غادي نضرب هاد الخياطه اللي كاينه تحتاني، هاد الملاقيه اللي كاينه لتحت غنقرب شويه باش ما تقطع لياش. ها البنات انا بعد ما حليت واحد الغريزه وحده غريزه وحده من هنا ديال الملاقيه، وغادي نرجع نسدها في الاخر. كنمشي لهاد الاخر ديال الجلابه هنا وكنحلها بالمقص، كنضرب بالمقص في الاخر كنرجع نسدها. ها هي هاد الكرن ديال القب، وهاد الشوشه كيكون عندها واحد العقده هنايا كيسدوها بها. كنشدو هكا كنحلو العقيده وكنجيو لهاد الكريين. البنات اللي ما بغيتيش تحلي القب خلي لها بلاصتو من الاول. غادي نبقى نشد هكا وندفعها. انا دابا كنستعمل المقص، نتوما تستعملوا شي حاجه اخرى باش ما تقطعوش الثوب. غادي نبقى ندفع هكا لداخل هنا، وكتبقاي تدفعي كامله حتى كتدخل هاد الشعيرات هكا هادو كاملين كيدخلوا. ما تنساوناش الاشتراك في القناه، وديما كنقول لكم رجعوا الفيديوهات، راه فيهم الخياطه ديال الجلابه من الاول حتى الاخر، وفيه التفاصيل ديال الملاقيه وديال الطرز وديال كلشي. ها البنات من بعد ما دخلنا هاد الشوشه هذيك الساعه كنبقى نشوفوا الطول اللي بغيتي. واش بغيتي الشوشه تبقى لك طويله ولا قصيره، ولا على حسب الطول اللي بغيتي نتيا. كديري لها هكا كتحددي الطول اللي بغيتي الشوشه تبقى هباطه عليها، وكتجي لهنايا وكتعقدي واحد العقده. انا دابا درت هاد الضفيره ديال الشوشه
درتها في النص ديالها، يعني بغيت الشوشه تكون هباطه، وغادي نعقد واحد جوج عقدات باش ما تحليش الشوشه. ها هي دابا الشوشه راكبه، عقدتها من الداخل. غادي نجي لهنايا، نجيب اللون يكون ديال الشوشه، يعني الخيط يكون ديال الشوشه وديال لون الجلابه، باش ما يجيش، باش ما تجيناش مغيره. وغادي نزير. ونصيحه للبنات اللي فاش كتبغيو تصبنوا الجلابه البنات ما كتصبش في الماكينه. الا كانت عندك هكا شي جلابه هماويه وزوينه، الجلابه ما كتصبنش بالماكينه. الجلابه ديري غير شويه ديال الصابون والماء وفريكه خفيفه، الطبيعات اللي كان فيها شي طبيعه هكا ولا شي حاجه صافي. وهاد الشوشه هادي انا فاش كنبغي نصبن كنحيدها، كنحلها بشويه وكنسلتها، وحتى كنصبن جلابتي عاد كنردها لها. وإلا بغيت نصبن الجلابه كنخليها هي على برا، ما كنفزكهاش ولا مهم. كاين الشوشات اللي ما كيضيعوش، انا عندي وحده في جلابتي ما كتضيعش الصراحه، كنصبنها بها، ولي ما كنديرهاش في الماكينه. يعني الماكينه بعض المرات كتضيع. الا كنتي غادي تلوحيها في الماكينه بوحدها هكا تصبن، فاش كون كنخيط غادي نبقى نضرب حتى في الشوشه باش نثبتها. دابا انا كنخيط باللون ديالها، وكنضرب على حسب هذيك الملاقيه اللي حيت اللي قطعت باش ما تسلياش. صافي هذيك الساعه كنشد الخيط كنثبتو مزيان صافي، وكنقطع. وحنا البنات الشوشه كي جات. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ها هي ما جاتش باينه كاع، ها هانتيا نتوما كي كتجي. كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساونيش بالاشتراك، ومرحبا بكم عندي في القناه خياطه في صاله واعمال يدويه. والى فيديو قادم ان شاء الله، وفي رعايه الله.